مبدئيا كده ربنا يرحم الباشمهندس اللي توفى، باشمهندس محمود سعد تقريبا، ربنا يرحمه. ولكن هو الواحد اللي خبر، انا لما شفت الخبر دوت لان كنت سمعت قصة البوست بتاعه افتكرت هو مات انتحر ولا حاجه، بس الحمد لله. بقول الحمد لله اللي هي كانت حادثه ما كانش انتحار. ان احنا برضو شفنا مهندس قبل كده من كام سنه انتحر برضو عشان خاطر انه نفس القصه، ما كانش لاقي شغل والكلام ده كله، راح نط من فوق برج القاهره. والقصه اكيد كانت برضو مسمعه في مصر كلها يعني. ومش جاي اتكلم عن ان التعليم مش واخد القيمه اللي يستحقها، ولا جاي اتكلم عن موضوع المهرجانات والناس اللي هم بتوع الاغاني والبتوع التفاهات بشكل عام، اللي هم اللي واخدين حقهم، والناس التانية اللي تستحق كل حاجه حلوه مش واخده اي حاجه خالص. انا مش جاي اتكلم عن كل ده خالص يعني. نحسب الباشمهندس محمود اللي مات، والله حاسبه يعني اللي هو كان على خير وان هو شخص كويس. وانا برضو شفت كام بوست كده بيقول اللي هو من ديكيرنس تبعنا يعني تبع المنصوره. ولكن الحته اللي انا جاي اتكلم فيها برضو، رغم انشغالك في امور الحياه بشكل عام، طبعا انت بتتخرج، بعد التخرج ده بتشوف مرحله ما يعلم بها الا ربنا اللي الواحد فيها دلوقتي حاليا بعد ما تخلص جيش. يعني انت خلصت جيش بقى في مرحله استغفر الله العظيم يا رب. حرب بقى هو نفس القصه، تلاقيه خلص جيش ومثل وقاعد بقى يدور على الشغل وبتاع، وكان راجل متفوق ما شاء الله، امتيازات وبتاع، والمفروض ده يتقدر يعني. يعني هو جايب امتيازات بتقدر، معروف اللي مثلا بيجيب امتيازات والكلام ده كله شخص يعني الناس كلها تتلهف عليه. ولكنه كان بيشتكي من المحسوبيه والواسطه والكلام ده كله، والكلام ده موجود من قديم الازل يعني، مش موجود في العصر اللي احنا فيه بس، لا الكلام ده موجود من قديم الازل. لكن انا عايز اتكلم فيه هو مساله وانت بتسعى في امور الدنيا ديت ما تنساش اخرتك، لان هي البيت الحقيقي فعلا اللي هتبنيه هو مش في الدنيا، هو في الاخره. في كتير من الشباب وانا واحد منهم لحد فتره قريبه كان في خلال فتره السعي ديت ما كانش بيهتم الموضوع الاخره قوي يعني. هو فاكر ان سعيه ده كافي، وربنا عارف ان هو شخص كويس وكل حاجه، ولكن ده مش كافي. ونحسب الباشمهندس اللي مات دوت واللي قبله، ودي مش هتكون اخر واقعه للقصه دي، ونتمنى انها تكون الاخيره. بس انا بقول لك هي مش هتكون الاخيره، لان ايه يعني يا جماعه، هي دي سنه الحياه. عارف انت دي سنه الحياه اللي انت تشوف الحاجات دي كلها. طبعا هو اصلا النبي اخبرنا من زمان ان هي من علامات الساعه اللي هو ان التافه هو اللي بيتكلم في امور العامه وي 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 والكلام ده كله احنا عندنا بشاير منه يعني. ولكن احنا مطالبين برضو زي ما بنقول ان احنا ايه، نسعى. ولكن في فتره سعيك ديت ما تنساش اخرتها يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك، فاكر حديث مش فاكر اللي هو لما رسم مستطيل كده وشد منه خط، وقال لك ان الخط اللي طلع بره وطلعه بره المستقيم، ان الخط دوت هو اخره كده هو امل الانسان، وعمل شويه خطوط من جوه المستقيم حوالين الخط اللي قسم المستطيل دوت، وقال لك ان دي العرائض او العوائق اللي بتقابل الانسان، فيطلع من مشكله يعدي في مشكله، ويسعى يسعى يسعى للامل اللي عايز يوصل له، اللي هو يكون مثلا مهندس، وبعد ما يبقى مهندس يشتغل ويحقق فلوس يبقى معاه غني والكلام ده كله، او دكتور او محامي او اي حاجه، وفي الاخر يقوم راح ميت قبل ما يوصل للهدف ده. طب يا ترى في خلال رحله السعي ديت اللي خلاص هيجي اجلك اهوت، في خلال رحله السعي ديت لو انت ما كنتش بتسعى برضه لاخرتك زي ما بتسعى لدنيتك، فانت خسرت كتير. ربنا يرحم الباشمهندس دوت اللي مات، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله بعد التعب ده كله يعني. ربنا يرحمه، هو قدره، واللي حصل له دوت هو اكيد الخير. بس نتمنى كل الناس اللي هي دلوقتي بتمر في المرحله ديت، انا دلوقتي في المرحله دي اصلا، مرحله ما بعد الجيش، مرحله ان انت بتدور على شغل، ما تيأسش. هو ما يأسش الحمد لله، هو ما يأسش، غيره انتحر، هو الحمد لله يعني ربنا لطف بيه. هو في الاول وفي الاخر هو هذا لطف من الله يعني، ربنا لطف بيه. لكن هو اللي هيريح البني ادم اللي هيريح، ولعنه هو اصلا كان راضي برضه، لانه ما لجأش الخطوه تانية كانت اخطر، وهي مساله الانتحار. يعني انت لو هو الرضا يعني، ودي حاجه اصلا احنا ما بنقدرش نتحلى بها في جميع الاوقات يعني. في اوقات انت ما بتبقاش راضي، في اوقات بتبقى راضي، بس هو اللي هيقدر يرضى في جميع الاوقات هو ده اللي هيرتاح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى.